الأيام بتجري والساعات بتفوت. من شوية كنا في 2023 ودلوقتي 2024، واحنا مش فاهمين في ايه ولا ايه اللي بيحصل. والوقت بيعدي بسرعة وانت واقف مش مستوعب في ايه. السبت يجي تلاقي في ظهره الخميس. طب والأيام اللي بينهم دي راحت فين؟ وانا عملت فيها ايه؟ طب ازاي عدت بسرعة كده؟ وايه اللي خلاها توصل للمرحلة دي؟ أولا كده، دي حاجة اسمها تقارب الزمان، وتقارب الزمان من علامات الساعة الصغرى. طب وفعلا تقارب الزمان من علامات الساعة الصغرى؟ عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. صدق رسولنا الكريم. طب يعني ايه تقارب الزمان؟ الحالة الغامضة والذهول اللي بيحصل حاليا انك تبص تلاقي الساعة واحدة فجأة بقت 5. الفترة بتبقى قليلة جدا واليوم بيخلص. تقارب المسافة بينهم بقت قريبة لدرجة مرعبة. لكن العلماء اختلفوا في معنى تقارب الزمان على أقوال كتير، ومنها: تقارب الزمان يحتمل إنه يكون المراد به التقارب الحسي أو التقارب المعنوي. والتقارب المعنوي معناه ذهاب البركة من الوقت، وده بالفعل موجود من فترة والكل حاسس بكده. والقول ده اختاره القاضي عياض والنووي والحافظ رحمهم الله. قال النووي: المراد بكسره عدم البركة فيه، وإن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. وكمان سهولة الاتصال بين الأماكن البعيدة والسرعة الموجودة ده في حد ذاته يعتبر تقارب للزمان. في المسافات اللي كانت بتتقطع زمان في عدة شهور دلوقتي بتخلص في ساعات. والحافظ قال: والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. أما التقارب الحسي فمعناه إن اليوم يبقى قصير فتعدي ساعات الليل والنهار بسرعة، وده شبه حاصل حاليا، ووقوعه إن حد يحس بيه مش مستحيل. فزي ما الأيام ما طالت زي ما هتقصر، وده لاختلاف نظام العالم وقرب زوال الدنيا. لكن خلينا متفقين إن ده واقع عايشينه ومفيش مفر منه، وتهيئة الدنيا الأمر عظيم. وبكده خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش اللايك والشير والكومنت الجميل، ومستني دعمكم. دمتم بخير. سلام.